بجدد ترحيبي بكل مشاهداتنا الكريمات وكل افراد الاسره المصريه اللي بنأمل دائما في ان حلقاتنا من هي تكون ملبيه لرغباتكم ولتساؤلاتكم الدائمه عن كل جديد، سواء في طلتنا، في ديكور بيوتنا، في سلوكياتنا وطريقه تربيه ولادنا. الحقيقه موضوعاتنا كتيره ومتنوعه، وبما اننا قربنا على السنه الجديده بندور دايما على الجديد اللي يدي احساس ان احنا في حاجه جديده في بيتنا مع السنه الجديده ان شاء الله. اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا الكريمه الاستاذه هاله الحسيني، مصممه الاكسسوارات المنزليه. اهلا بحضرتك معانا. كل سنه وحضرتك طيبه، عام جديد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. استاذه هاله، الحقيقه احنا قبل ما نبدا كنا عمالين ننسق ونوضب في حاجات جميله ومش عارفين نودي فين ولا فين من الحاجات الجميله اللي احنا شايفينها قدامنا، ولو قلنا على ابسط حاجه فيها هنلاقيها بتدي اضاءه وشكل جميل وجديد. الحمد لله. اهم الاكسسوارات اللي انت هتقدميها لنا النهارده؟ بصي حضرتك، هو الشمع كان زمان احنا عندنا شمع بيبقى بشكل تقليدي جدا. لا احنا بقى حاولنا نتخطى الموضوع ده ونعمل الشمع في كذا حاجه. يعني هنا مثلا في الكوبايات، هنا في الحاجات الخشبيات، في الفخار، في الخشب. قعدنا يعني عملنا حاجات كتير تغير الشكل، تغير الشكل. احنا محتفظين كده كده بالريحه، لكن الشكل عايزين نخليه فيه تجديد. حاجات بقى فيها جل، يعني خرجنا من مجال الفوحات، الشمعة اللي بتطلع بس مع الاضاءه الريحه لاشكال والوان اكتر. حاولنا نستخدم حاجات كتير فيها. يعني حتى في حاجه اسمها كونكريت الجديد، اللي هو زي الجبس القديم بس حاجه اقوى، وبتستخدم برضو في الديكوريشن كده. ده بدأنا برضو نحط فيه شمع. يعني احنا كل حاجه دلوقتي بتستخدم فيها شمع، بحيث انها تدي اضاءه وتدي شكل حلو وتدي طبعا ريحه. جميل. هتوري لنا ايه النهارده؟ هقول لحضرتك، احنا مثلا عندنا حاجات الخشبيات مثلا. الحاجات الخشبيات زي كده، ده شمع مثلا. هستأذنك نعرضها للكاميرا. اتفضل. بعد اذنك. اولا خليني اقول لك ان اول احساسي من بعيد انا افتكرته طبق مكسرات. ايه رايكم؟ يعني الحقيقه هو شكله جميل. الوان بحييكي عليها، كله شمع. يعني احنا عندنا بس الكونتينر من الخشب، لكن كل اللي جواه زي ما انتم شايفين هو شمع. شكل جميل قوي، وكلها قابله للاضاءه، يعني طبعًا ممكن تنور وفي نفس الوقت. ودي كمان الفتيل خشب بيعمل لما بيولع بيعمل صوت الطقطقه بتاعه الخشب. جميل. دي كمان فدي بتدي اضاءه دافيه اكتر. يعني جميل، شكل من الاشكال المبتكره. عندنا برضو اللي هو الحاجات الكونكريت بقى اللي احنا دخلنا فيها دي، مثلا بدل ما تكون شمعه ريحه واحده بس، بقت عملناها شمعه فيها ريحتين. يعني ممكن حضرتك تستخدمي مره دي ومره دي. فدي برضو حاجه جديده بدأنا نعملها. والكونتينر بتاعها اللي هو الكونكريت ده بيبقى ميكس ما بين الشمع وماده صلبه زي الاسمنت كده. هو الاول احنا بنصب الماده الصلبه دي، ولما بتجف خالص بنعمل لها عزل بقى وحاجات كده، ونبدا نصب فيها الشمع. دي شمعه لذيذه، الوانها تجنن وريحتها جميله، وفي نفس الوقت كانها قطعه ديكور في اي كورنر في البيت. تسلم ايديك. بصي بقى حضرتك، ده هنا ده اسمه شمع الجل، اللي هو الشمع احنا ممكن نعرضها. تمام كده. الشمع الجل ده شمع جل من نصها كده. ايه الفرق ما بين هو في انواع للشمع؟ طبعا انواع كتيره جدا. انواع كتيره جدا. انا هقول لحضرتك بس الاول، ده شمع جل وده الشمع العادي اللي هو اللي احنا بنستخدمه. عملنا ميكس ما بينهم كده، بحيث ان هو يدي شكل بقى الكريسماس والالوان والحاجات اولا الاول طبعا زي ما احنا شايفين المج او الكونتينر اللي احنا معانا هو اوريدي عليه رسومات للذهبي. لا دي انا عاملاها برضه. تسلم ايديكي، ما ده اللي بقول. ورق الذهبي. ومعانا يعني نوعين من الشمع زي ما حضرتك تفضلتي قلتي، الشمع الجل الاحمر والواكس العادي الشمع العادي الابيض. مقسم الالوان الحقيقه بطريقه لذيذه، في كونتراست رائع. وعندنا 2 فتيل، يعني مش فتيل واحد. ده معمول عشان ان احنا نسيح الوش كله، فنبدا يعني يوصل لنا احلى. الحقيقه ريحته كمان تجنن. الحمد لله. دي فانيلا. تهيألي قريب من الفانيلا. بصي حضرتك برضو هنا الكونكريت، هنا احنا برضو شغالين فيه جواه برضو حاجات يعني تانية. اولا الكونتينر اصلا قطعه فنيه زي ما انتم شايفين كده، اي نجمه. يعني لو اتحط على الناحيتين هو جميل الحقيقه. لكن هنا احنا عندنا الواكس الشمع، وعندنا اكتر من فتيل. يعني احنا عندنا 1 2 3. ده بنستخدمه عشان يعني يسيح الوش كله، عشان يدينا
رائحه اقوى. الفكره بقى انه الشمع ده مش فيد، ما بيخلصش، المفترض ان لا هو لا، هو طبعا بيخلص بس بعد فتره طويله جدا. ليه يعني بقى؟ لان بنستخدم هو اكتر من حتى مره. اللي بيسيح بيرجع تاني يلم، فاحنا بنولعه تاني برضه. جميل، يعني هو ما بيخلصش من مره، لا مع لا التكرار لا 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 ممكن. خالص حلوه خالص قوي. خالص. معانا برضو ايه هنا تاني؟ في شمع جل. هنا احنا استخدمنا بقى انتيك مع جل برضو، مع ده شمع دي جل. ثابته. جميل. هنا الشمع جل هو على فكره مدي تاثير حلو قوي، يعني كانها ميه، يعني بالظبط. الجل مدي هو ده تاثير الجل انه لان هو ميه، شفاف بطبيعته. وقطعه انتيك لذيذه الوانها تجنن. اسمحي لي احيي ذوقك الجميل، ربنا يخلي حضرتك. اللونين فيهم ماتشنج جميل زي ما احنا شايفين. احنا مصوراتنا كلهم هي كلهن هن، والاستوديو كله الحقيقه كله هن، وكالعاده دائما بنلبي رغبات هي. ايوه طبعا طبعا اهم ما حدش حاجه. هيفهم رغباتها زينا يعني. اكيد. بصي حضرتك برضو ده شمع جل، بصي احنا عاملينه حاجه كده ست صغير كده، بحيث ان هو ممكن لذيذه، نحطه على باكج باكج لكل يعني كذا لون وكذا طريقه، ده بيتوزع في اكتر من مكان طبعا. ممكن نحطه على السفره. جميل جميل. بصي بقى عايزه اوري حضرتك ده الشمع، اسمه بنسميه احنا الفوندون. الفوندون ده قطع من الشمع الصغيره، دي بنحطها على الفواحات اللي هي الفخار. ايوه. بنولع الشمعه من تحت، وده بيتحط في الكونتينر نفسه. اتفضلي. وده بيتحط اوضح جوه. ده بيتحط زي ما احنا شايفين، بيتحط من فوق على الفواحه، وبنسيبه يسيح. لما بيسيح الشمع كله بيدي بقى ريحه قويه جدا مثلا في الريسبشن يعني كله. حاجات بسيطه قوي، ويعني صغننه، لكن قد كده ممكن تعمل تأثير جميل داخل البيت بألوانها وريحتها الجميلة. تسلم ايديك. بصي بقى حضرتك ده منه زي بالظبط كده، ده بقى بنحطه في وسط الهدوم، في وسط الهدوم في الدولاب كده، عشان برضو يدي نفس الريحه الجميله. في حاجات طبعا بتتعلق برضو جوه على احنا عارفين ان الحاجات دي بتخلص بسرعه قوي، يعني ما بتقعدش كتير في الدولاب الحقيقه. لا. هي بتخلي ريحتها تجنن، بس ما بتقعدش فتره طويله. الشمع بيبان اكتر في لما بيتولع. ايوه. نرجع لانواع الشمع نتكلم عنها، ودي هتبقى خبره جميله لكل هي في كل بيت مصري. بصي حضرتك احنا عندنا في شمع زي ما بنقول كده اسمه طبيعي، وشمع عادي اللي احنا كنا بنستخدمه زمان. الشمع الطبيعي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، احنا في مصر ما عندناش الصويا المستورده. احنا عندنا ناس كتير عملوا تركيبات شبه الصويا، لكن الصويا المستورده دي مش موجوده عندنا. الصويا ده من مصدرها من الصويا، من فول الصويا. من فول الصويا نفسه بيستخرج، بس ده بيبقى محتاج ميكانيزم وطريقه تصنيع معينه كتيره قوي، فاحنا مش بنصنعها. فاحنا عملنا حاجات بديله زي مثلا شمع العسل. انا مثلا ده بديل يجنن. ده بديل حلو جدا. جدا، وان شاء الله يبقى متوفر في بيئتنا المصريه الجميله. ايوه هو متوفر فعلا. يعني انا بصي، يعني انا مثلا في الاول انا كنت بشتري الخامات وبشتغل بيها. دلوقتي انا الحمد لله بصنع الخامات. عملت مثلا الخام الطبيعي ده اللي هو العسل، اضفت عليه شويه حاجات بحيث ان هو اقدر استخدمه كشمع، اصبه في جار او كده، وكحاجه زي كده تبقى مثلا زي كده. ده شمع عسل. زي الحاجه الجميله الحاجات بتاعت رمضان دي مثلا. ده شمع عسل ولونه بيبقى ثابت. لا ولا احنا ممكن بنلونه براحتنا خالص خالص. بنلونه باي شكل. انا عايزه اقول لكم ان الريحه تجنن يعني ما شاء الله، وهي بعيده مديه تاثير يجنن. تسلم ايديكي. الحاجات دي كلها زي ما كده احنا بنشتغل ده. برضو احنا عندنا شمع تاني بقى، ده جديد. ده احنا طبعا اتكلمنا عن شمع الجل. ايوه. وشمع العسل. في ده بقى شمع الجل بيبقى مكوناته هو بيبقى زيت معين وبودر معين، لما بيتحط على بعضه بيعمل الشكل ده. حتى احنا عندنا في التيبل هناك هتلاقي برضو في شمع شفاف تحت، وبنصب عليه الشمع التاني عشان يعمل بيدي تأثير مختلف. بالظبط. هستأذن حاجه في الكونتينر ده. ايوه. لا ده بقى هقول لحضرتك، ده نوع جديد خالص اسمه شمع الرملي. ايوه. الشمع الرملي ده بقى ميزته حاجه جميله خالص. احنا بيبقى ممكن اغير ريحته في اي وقت. انا مثلا عندي هنا اضافات. بصي بقى حضرتك، هو ما بيبقاش فيه ريحه جوه. انا بعمل مثلا ريحه كده نقطتين ثلاثه كده، اسنس اي حاجه انا عايزاها. تمام. وبولعها. بعد ما بخلصها، بعد ما بتولع شويه، بروح شايله ده، بيطلع معايا شويه الشمع اللي هو كان فيه الريحه، وخلاص انا طفيته، بشيل دي واحط واحده ثانيه، ممكن احط ريحه ثانيه. فده يعني يبقى واحده لان بس. هو فلكسبل، هو رمل. هو بقى يعني زي الرمله كده، متحرك. هو زي كده زي الرمله. جميل. فده برضو دي حاجه، ده نوع من هستأذنك اتفضلي. ان
هي دي فيها حاجات بشاره رمضان. جميله كل المصريين بيحبوها ومكتوب عليه اهلا رمضان. ربنا يبلغنا جميعا رمضان ان يا شاء رب. الله، وتبقى السنه الجديده سنه سعيده يا على رب الجميع علينا يا رب. جميعا يا رب يا ان شاء رب يا الله. رب. شكلها جميل، والفكره كمان فكره احنا انتوا شايفين الفتيل بيتشال. بصي حضرتك شلناه اهو، ده بالريحه بيتشال بتاعته، ونحط اهو. واحد تاني. اه نحط علشان واحد الريحه تاني تختلف، اه وفي نفس الوقت بيترش اسنس على الرمل اللي موجود جوه. هو شمع ولكن رملي. هو جميل حبيبات كده. جميل. بس فده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا استخدمناها وبقت كويسه، يعني اشتغلت معانا كويس، لان حضرتك بتختاري بقى الاسنس اللي انت عايزاه وبتغيري فيه وكده، فدي حاجه جديده برضو يعني ما كناش بنستخدمه زمان. جميل. خليني اقول لك بصي ان يعني اقل قطعه من القطعه دي هتتحط في مكان هتخلي شكله مختلف تماما، يعني يعني الحمد هتدي لله. بهجه، هتدي فرحه، بالاضافه للسمال الجميله اللي هتبقى موجوده. الحمد لله احنا يعني دايما انا بحس ان هو شيء مبهج جدا. الشمع دايما بيحسسني حتى وانا بشتغله، وانا في اثناء الشغل بحس بطاقه كده حلوه. جميل. في بقى ترند كده طالع جديد جدا. بصي حضرتك ده شمع من فوق، بس احنا لو عملناه كده باين. حضرتك كده اتفضلي. دي برضو ده شمعدان. اه زي ما انتم شايفين اللي جوه فيه سائل ولا هو سائل محطوط وفي زي جليتر سبرينكلز كده او او جليتر جليتر كده. بتخلي شكله يجنن الحقيقه. دي برضه حاجات كده بتطلع جديده بنعملها حركات، يعني بحيث انها تجدد انا الشكل. بحييكم لان الحاجات دي كلها لغايه زمن قريب ما كانت كانتش مستورده، موجوده وكانت مش موجوده، مستورده. وكانت بمبالغ الحقيقه دي حقيقه. مش قليله. هنا ده احتفالا بالكريسماس، الالوان كلها برضه وادي زي الجرس. الكريسماس هنا. كل سنه وكل المصريين بخير وبصحه وسلامه يا رب. يا رب يا رب. برضه عندنا حاجات للكريسماس كده. ده شكل مختلف. برضه ده بيعمل نفس فيونكي. الشكل. برضه بيعمل نفس الجليتر ونفس اهو الحاجه. عملنا كده. ده في كمان اشكال. ده كانها سمك، او الحقيقه شكلها يجنن. حاجات بقى اشكال الكريسماس. اشكال بقى تقريبا الكريسماس. المكان عندي فول. اشكال الكريسماس حاجه زي كده مثلا. جميله جميله. برضو احنا هنا عاملين في الشكل ده، الشكل اللي هو الرملي ده برضو نفس الموضوع. اشكال جديده بقى برضو للكريسماس والخريف. مش عارفه باين ولا. ايوه كده باينه. اتفضلي. عندنا برضو هنا حاجات للكريسماس، حاجات خشبيه برضو. الخشب على فكره بيدي تاثير يجنن طبعا، وابتدى ياخد يعني ينطلقوا في الاشكال والالوان بتاعته في كل الاكسسوارز اللي في البيت، حتى المطبخ الحقيقه. بقى له مساحه كبيره الخشب لان تاثيره وشكله وبيدي شكل الطبيعي للطبيعه. بالظبط. بيدي شكل طبيعي قوي. بالظبط. انا شايفه هنا دي ده ست كامل. لا حضرتك اتفضلي عشان اتفضلي. ده ست بقى بنعمله ده، يعني البيست سيلر عندنا دايما اللي هو بيبقى ست كامل للكريسماس، مع يا اما شمع عادي، يا اما كوبايه فيها شمع. ده بيفضل بقى معانا فتره طويله. انت حضرتك ممكن تحطيه على تيبل او كده، بيبقى شكلها لطيف قوي. بيدي شكل اكتر بقى من ان هو بس شمع. ايوه. زي ما انتم شايفين كل التفاصيل الكريسماس اهي موجوده فيه باشكال جميله ومبهجه. جميل. احنا شايفه حجمين الحقيقه معانا، واحده صغننه وفي واحده كبيره فيها الكاندلز بقى شمع كبير. شمع الكبير ده الاحتياطات المفروض تتاخد لما نولع الشمع ده بعد اذنك يا استاذه هاله، لانها مهمه جدا. ده ضروري انا شايفه جدا. تحت في الصينيه الكبيره شمع كبير، وده يتهيألي الاشعال بتاعه محتاج حرص شويه. طبعا اكيد. بصي حضرتك احنا ما ينفعش اولا، احنا لو في جار زي ده او في اي جار يعني تمام، احنا ممكن نولعه مثلا ممكن لغايه ساعتين. بس لازم لو هو حاجه زي كده لازم نحط تحتيها حاجه يعني حاجه نحط عليها بحيث انها ما توصلش مثلا للازاز، لان الكوبايه الحراره هتتنقل. واقصى مده لاشعال الشمعه ساعه ونص مثلا، ونطفيها ونبقى نولعها تاني، لان ده خطر جدا جدا جدا، لان الازاز ممكن يبقى يسخن جدا لدرجه ان هو ينفجر. وده مش حاجه تبقى غلط في الشمع، لا غلط في الاستخدام. ده طبيعي استخدمناها غلط، عملنا
اشعال الشمعة لفترة طويلة. بالظبط. فكرة كمان الاشعال الشمع لمدة طويلة واحنا عارفين ان احنا في الشتاء والمكان مغلق، بالظبط. يعني يفضل انها تبقى على فترات قصيرة، ما تبقاش فترات اكيد طويلة. احنا بنحاول دلوقتي ان احنا دايما نستخدم الشمع الطبيعي زي ما قلت لحضرتك ان هو مثلا شمع العسل، عشان يبقى ده يعني مفيش ده بولوشن، مفيش بالظبط، مفيش يعني مش هنلوث المكان او بالظبط. نسحب الاكسجين اللي موجود فيه. بالظبط. مم. فعشان كده دايما بنتجه للحاجات الطبيعيه اكتر. مم. بس برضو في الاخر ما ينفعش اقصى مده ساعه ونص ولازم نقفله. مم. الحاجات بقى اللي هي زي دي اللي هي الشمعه اللي من غير كونتينر، دي بقى بنبقى حريصين فيها جدا. زي اللي احنا شفناها مع بعض، الشمع الكبير لازم يبقى فيه حرص جامد. مثلا شمعه زي دي انا استخدمها ديكوريشن اكتر من ان انا اولعها، لان هي بعد شويه هلاقيها ساحت وعملت الدنيا كده. فماشي في حاجات كده وفي حاجات اقدر استخدمها للاشعال، يعني أيوة. حاجات زي كده دي مجرد شكل، يفضل يعني ان احنا ما نشعلهاش. يعني مثلا هقول لحضرتك ده مثلا عندي شمعه اهو ممكن نشعله ما فيش مشكله خالص اهو. انا عندي هنا فتيل مثلا وعندي هنا فتيل، ده مثلا اهو وشكل بتاع الكريسماس ومحطوط على مكان يحمي بقى. ده اللي انا بقول عليه، جميل. ان انا لو حطيته من هنا خلاص حتى زي الشمع لو كده ساح تحتيها حتى لو الشمع ساح مش هيحصل فيه حاجه. ده اللي انا بقول دايما لازم يبقى الاحتياط ده، الاحتياط ده لازم لازم لازم. في حاجات بقى تانية كمان احنا زي ما قلت لحضرتك الفواحات دي من اكتر الحاجات اللي بتدي ريحه للمكان واسع. يعني انا مثلا الشمعه مثلا مش هتعمل عطور في ريسبشن مثلا، لكن الفواحه دي لا بتعمل الجو ده بيقعد فتره طويله جدا، وده بقى بيبقى كمان اقل خطر، لان هو الشمع بيسيح بعد ما بنقفله بيلم تاني ونقدر نولعه تاني ونقدر نحطه تاني، وممكن نزود له عطور زي ما انا عملت كده دلوقتي مثلا. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتدي فليكسبل وبتقعد مده طويله. بالظبط. وفي مرونه في استخدامها، يعني مش هشتري الحاجه وخلاص هتنتهي. بالظبط. بتبقى معانا لمده طويله. بالظبط. جميل. بالظبط. جميل. ايه اللي شايفاه مستقبل الموضوع ده، وخصوصا ان دي بنعتبرها من المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، صح كده؟ هو دلوقتي احنا ما بقتش متناهيه الصغر قوي. جميل. لان هي فعلا احنا مثلا زي ما بقول لحضرتك انا مثلا كنت في الاول بحاول ادور على الخامات ما كنتش بلاقيها. لا دلوقتي بقيت انا بصنع وغيري كمان بيصنع شمع، فبدات الموضوع ياخد شكل اكبر شويه. احنا كل شويه في تطور زي ما بقول لحضرتك، ان مثلا كنا في الاول هو بس كوبايه مثلا بيتحط فيها شمع، لا دلوقتي بقى في كذا حاجه بيتحط فيها شمع، بقى في زي الانتيك كده، انا بشتري انتيك واحط فيه شمع عشان يبقى الاثنين حاجات كده للبيت شكلها طول الوقت. فاحنا طول الوقت في تطور، يعني ما فيش حاجه ما وقفناش على حاجه. حتى مثلا الاشكال الجديده يمكن هناك برضه هتلاقي حضرتك شكل الكريم شانتيه وشكل الفراوله وشكل الحاجات دي كلها حاجات جديده كل شويه. اللي معانا على الترابيزه يا ريت الكاميرا تنقلها، اشكال جديده ومختلفه. هي طعمها لذيذ الحقيقه، شكلها فيه طعم ده الجديد في المجال. يعني في حاجه زي ما قلت لحضرتك مثلا الجل مع الشمع العادي. أيوة. دي فواحه مثلا، دي فواحه اللي هي بتحط من فوق يعني وهكذا حاجات اشكال جديده. مثلا البابلز دي كانت زمان، دلوقتي بقى في بابل قلوب. يعني كل شويه في تطور. ومثلا شوفي حضرتك احنا صابين في اسمها القرع ده مثلا. أيوة. شكل أيوة. برضه شكل القرع العسل فعلا. هنا مثلا دي حاجه رمضان، ده بيبقى خشب وجواه شمعه. بس انا بحطها طبعا في كوبايه افضل عشان ما تاثرش طبعا على الخشب. اكيد عشان يحفظ الحاجه. وده بالزبط. طبعا السيفتي اللي المفترض كلنا بالزبط. ناخد بالنا منه. ده ضروري جدا لان فعلا بيحصل مشاكل كتيره جدا في الموضوع. مبسوطه قوي انك قلتي لي لا مش مشاريع صغيره، لا انا دلوقتي مشاريع كبيره هنصدر. ان شاء الله. طمنوني ان شاء الله بجد. عايزين ماس برودكشن، عايزين نغلب الناس اللي كانت مغرقانا. بجد ده كان حلمي من اول ما بدات، ان احنا ننافسهم. احنا مش ناقصنا حاجه. بالزبط. احنا مش ناقصنا حاجه، بالعكس احنا عندنا افكار احلى منهم بكتير على فكره. حاليا بقى في افكار اكتر من اللي موجوده عند الاجانب. الاجانب بداوا يعملوا الحاجات اللي هي العاديه اللي طول الوقت كنا بنشوفها، خلاص هم استسلموا لهذا الشكل، ما عندهمش الاشكال دي. احنا اللي بقى عندنا الاحلى، في ابداع. فالحمد لله. ليه وفي تطور يا رب دايما. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ان شاء الله. احنا عايزين كم كبير من الانتاج نغطي مثلا السوق المحلي اولا، وبعد كده نفكر
في الخروج للخارج، لانه يتهيألي بيحتاج لمعايير وستاندرد مختلفه. بس احنا بدأنا نطبقها، يعني احنا كمان ما أنا لسه هو كل ده، فبتكلم في حضرتك في الحاجات الطبيعيه. جميل. احنا كان عندنا الشموع الاساسيه اللي هي البرافين والحاجات دي كانت يعني شويه ممكن يرفضوها، مع ان عايزه اقول لحضرتك حاجه، هم بيستخدموها في الحاجات اللي هو مش مساج. داخل المنازل مثلا، لا ولا لا لا الحاجات لا الصحيه؟ لا ده حاجات على الايدين اه. والرجلين، بيعملوا بيه زي ماسك للايد مم. والرجل، هو اللي شمع البرافين مم. مش شمع تاني. ايوه. فده بيستخدموه كده، لكن مم. هم لما تيجي تقول لهم ده الشمعه دي برافين، يعني مش عاجبهم قوي. مم. فاحنا بدانا نعمل حاجات اهو الطبيعيه، مم. ليه ما نبقاش زيهم، وليه ما مم. نبقاش نقدر نعمل المعايير اللي نصدر لهم، لان احنا عندنا افكار احسن منهم بكتير ان شاء الله دايما. باذن الله. فكره التصنيع هل بتاخد مساحه؟ بتحتاج امكانات معينه؟ والله تدابير معينه؟ لو كل ست بيت جميله بتتابعنا وحابه انها يعني تدخل في المجال، ايه اللي ممكن تحتاجه؟ هو هقول لحضرتك، هو طبعا يعني ساعه ما بشتغل انا هشتغل في المطبخ مم. اكيد. مم. طبعا عشان اعمل الروايح دي في المطبخ مم. دي كارثه مروعه، طبعا يعني اكيد. هتبقى كل حاجه ريحتها طبعا الاكل بالظبط. غير الحاجات دي. اكيد. فانا يعني لغايه دلوقتي على فكره انا ما عنديش مكان تصنيع كامل بره اه. البيت، مم. بس لكن ما بحدد. شاء الله ما شاء الله الحمد عليكي، لله. يعني انت واخده خطوه جميله. وفكره ان انا لسه في البيت دي على فكره مطلوبه، لانها هتقفل عليا ابواب حاجات ومتطلبات بالظبط كتيره تانية. متطلبات كتيره جدا اي. جدا، لاني لو اخدت مكان بره مم. هيبقى هيبقى لازم تكلفه بيرميشن ولازم تكلفه لكل تكلفه حاجه. تكلفه فعلا. رهيبه. مم. فانا دلوقتي مثلا بعمل ايه، بحدد ساعتين في اليوم مثلا ان مم. انا هشتغلهم. مم. خلاص انا بفضي المطبخ خالص مم. وبشتغل شغلي، بعد الساعتين دول بنضفه طبعا واحط كحول وكده بحيث ان مم. هو يشيل الريحه وكده. فاي حد ممكن يعمل المشروع ده، مم. هو بيحتاج بس شويه حاجات، ميزان، ترمومتر، مكان، حاجه تصبي فيها الشمع، مم. الوان وحاجات كتيره بقى احنا بدانا نستخدمها، الوان وروائح وفتايل. مم. زي ما قلت لحضرتك برضو في فتيل، فتيل خشب وفتيل عادي مم. وفتيل زنك، مم. الحاجات دي كلها يعني المفروض ان احنا متطلبات، مم. بس هي الحمد لله دلوقتي ما بقتش غاليه قوي. جميل. يعني الاول كانت عشان مش موجوده مم. فكانت غاليه، مم. دلوقتي احنا وفرناها. مم. فالحمد لله دلوقتي اي واحده ممكن تعمل مشروع من البيت، وبجد تبدا بحاجه بسيطه. والله انا بشجع اي حد، مم. بقول لهم يا جماعه ابداوا يعني اشتغلي اي حاجه صغيره. ودلوقتي بقى في حاجات قوالب زي مثلا زي كده مثلا، مم. دي ما هو ده قالب اهو، اه. انا ممكن شكله ابتدي. جميل، شكله يجنن، ولونه كمان يجنن. اه وبحييكي ان انت يعني مهتمه بالتفاصيل، يعني مش مجرد شكل وخلاص. يعني احنا متخيلين الشمع زمان كان عامل ايوه ازاي، بالظبط. كان شكله ايه، ما كناش بنشوف الجمال ده. يعني ادق التفاصيل دي بتبقى فريمات او ستامبات، مش دي كده؟ اسطمبه، دي اه. اسطمبه بتبقى بس لازم برضو المهاره، يعني انا مش لازم بصب طبعا. وخلاص. لا ده احنا عندنا كمان درجات حراره معينه لازم نصب عليها، مم. ولازم نسخن القالب وحاجات كده، دايما احتياطات دايما بنتكلم فيها. بس الحمد لله بتطلع لنا حاجات شكلها حلو. علشان احنا حلوين ربنا يخليك. وتفكيرنا وادائنا الحمد حلو، لله والله. فبنطلع منتجات حلوه. استاذه هاله الحسيني، مصممه الاكسسوارات المنزليه، بشكرك جدا على العرض ميرسي الجميل جدا. ده، وميرسي على الامانه في عرض الخبره، ميرسي لان ده بقى. اللي بتحتاجه كل هي في الوقت الحالي. ومنتظرين بقى يبقى في مجال للتدريب والتعريف اكتر اكيد. لكل هي بتفاصيل هذا الامر. هي وهو طبعا المجال مفتوح للجميع للاجاده والتفوق والابداع. ان شاء استاذه الله. هاله الحسيني، بشكرك على وجودك معنا شرفت النهارده. بحضرتك جدا. شرف لينا يا ميرسي يا فندم، فندم، اشكرك. شكرا. مشاهداتنا الكريمات، خلصت فقراتنا، لكن ما خلصتش حلقاتنا. انتظرونا دائما باذن الله في هي.